بعض الناس عم تهاجم الصغار، والشامي عم يهاجم الناس اللي عم تهاجم الصغار، ولا واحد منهم عم يحكي عن الفكرة الأساسية، الفكرة المهمة هي مصلحتهم للصغار. هدول الصغار شو عم يعملوا بأماكن غير مخصصة لإلهم؟ هيدي الأماكن اللي فيها سبيكرز وصوت عالي جدا وفيها إضاءات وفلاشات وإلى آخره، هي كلها بتأثر على الجهاز العصبي والمستقبلات العصبية تبعهم للأطفال. طبعا بتأثر علينا كلنا، بس نحن بالغين، هو فريكين كير، نحن بنختار خياراتنا وبنتعرض لهدول الشغلات. بس الصغار ما عندهم هيدي القدرة انه هن يختاروا انه يروحوا على اماكن غير مخصصة للصغار. والشامي نفسه اللي هو بيقتدي بالتقييمات اللي بيعملوها الاجانب للموسيقى والحفلات والى اخره، لازم يعرف انه الحفلات اللي بيعملوها الغرب ما بتشوف صغار، ما في اولاد صغار، واذا كان في لسبب ما فبيكونوا لابسين هيدسيت، بيكونوا لابسين نظارات، كل الشغلات اللي بتحميهم من هي الاجواء. الاهم من الموضوع انه يهاجم هدول الناس، لازم على الاقل يرافق بكلامه شغلات انه يا جماعه لا تجيبوا اولادكم على حفلات الصغار ما لهم دخل فيها، هيدي الاماكن مش مخصصه للاطفال ومش مهيئه انهم يكونوا موجودين فيها. طبعا في كتير اسباب تانية، بس انا عم احكي لكم هذا ابسط شيء. فلما الشامي بيطلع وبيحكي هدول الحكيات وبينشر على ستوريهاته الاطفال الصغار اللي عم يحضروا حفلاته، بحسسني انه هو مش همه الموضوع اكثر ما هو هامه انه هدول كاستمرز مستقبليين. طبعا يا اصدقائي في فيديو طويل رح احكي فيه عن الموضوع، لانه في كتير شغلات لازم احكيها، مثل فكره انه الاهل اللي بيستغلوا اولادهم وهن عم يبكوا بيصيروا يصوروهم بحفلات الشامي لحتى تعرفوا يعني لحتى شو.